المسجد الكتبية الذي تحدث عنه نكاز مشاهدينا يقع في قلب مراكش القديمة أو العتيقة بقرب ساحة الفناء الشهيرة والمدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. بدأ بناؤه عام 1147 في عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي مؤسس دولة الموحدين، والذي ينحدر من تلمسان الواقعة حاليا في شمال غرب الجزائر. دولة الموحدين حكمت طبعا بلاد المغرب أو كامل المغرب العربي حاليا وأجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية. لقد بني جامع الكتبية الأول من طرف الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية. تبدأ قصة بناء جامع الكتبية منذ الأيام الأولى لانتصار الموحدين على المرابطين. أنشئت هذه الصومعة بأمر من الخليفة الموحدي عبد المؤمن عام 1163 هجري، وأنهى بناؤها من بعده ابنه المنصور عام 1184 هجرية. وتتواجد الصومعة في الجزء الجنوبي الشرقي للجامع، وتتخذ تصميما مربعا يعلوه المنور المتوج بقبة مضلعة. تتكون نواة الصومعة من 6 غرف متطابقة الواحدة فوق الأخرى، ومحاطة بممر مائل ومستقيم مغطى بقباب نصف اسطوانية تنطلق منها على مستوى الزوايا بعض القباب ذات الحافة الحادة. إن هذا النظام الذكي مأخوذ من نموذج برج المنار بقلعة بني حماد في الجزائر، والذي بني في بداية القرن 11 ميلادي. تذكير وستسمح ان اطلت نسبيا في هذه النقطه، فمولاي إدريس الاول الذي سيؤسس السلاله الادريسيه في المغرب، اول ظهور له سياسي وديني كان في تلمسان، واول خطبه لمولاي إدريس كانت في تلمسان. طبعا فيما بعد كل السلالات الاخرى خصوصا الموحديه كانت تعم كل هذا الفضاء. ويكفي التذكير بأن لنا نزاع حميمي، ولكن نزاع قد يكون منعش. واش الدولة المدنية الدولة الموحدية دولة مغربية أو جزائرية، هذا غير في إطار بعض الأمور، لأن سي عبد المؤمن أصله من الجزائر، ولكن عاصمة الإمبراطورية. تم بناء هذا المسجد من قبل جزائري أمازيغي يسمى عبد المؤمن. تراه هنا في هذا التمثال الرائع في مركز مدينة نيدروما الجزائرية، ليس ببعيد عن مدينة تلمسان.